الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. في البدء نعزي العالم الإسلامي بشهادة سيدة أمة أبيها من الرجال والنساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وكان المقرر اليوم أنه يكون مجلسا لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولكن بعض الأخوة في حلة الفيحاء يعني ضغطوا علينا، قالوا لا، نريد عن ولدها الإمام الحجة بن الحسن، باعتبار أنه الآخذ بالوتر أوتارا والآخذ بثأر أمه وجده الحسين، والوضع الذي تمر به المنطقة، فنرجو أن تعرج على بعض الأمور التي تخدمنا وتفيدنا وتفيد المجتمع والعراق بالخصوص، وأهم شيء هو العراق، ليس لدينا عراق ثاني. النقطة الأولى التي أريد أنبه عليها، وأنا أقل من أن أنصح، ولكن للتنبيه فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، وهي أنه الوضع لا يتحمل أي تشنج أو أي قيل أو أي قال. المفروض نكون على مستوى الوعي والمسؤولية، هذا أولا. ثانيا، أي إنسان يأتيكم بأطروحة من هنا أو هناك أو كلام يريد أن ينزغ بين الأخوة، سواء الأخوة العربية أو الأخوة الدم والوشائج والوطن العراقية، فهذا يجب أن يوضع كلامه تحت الأقدام، فالوضع لا يتحمل أكثر من ذلك. الجانب الثالث، كثرت القراءات سواء للأحداث أو الروايات أو التكهنات، فكل من يأتيكم بأطروحة جديدة أو إنه يخوض في المتشابهات فاجعلوا كلامه تحت الأقدام، لا ينبغي أن تسمعوا له. نعم، نحن مأمورين بأن نأخذ المحكمات لا نأخذ المتشابهات، وأنا أرى خلال هذا الأسبوع الكل يخوض في المتشابه ولا يعي خطورة هذا الوضع وخطورة هذا الأمر، فعلينا أن نرجع إلى المحكم من الروايات أو المحكم من أحاديث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو من الآيات القرآنية. أما المتشابه فإنما هو متشابه، وبالتالي يشابه ويشاكل ويشابك الناس، فينبغي أن تكونوا على قدر المسؤولية وتأخذوا العلم من مواضعه ومن مواطنه. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التي أريد أن أنبه عليها، سقوط العراق في 2003 كان أعظم وأكبر وأشد وأخطر من سقوط الجارة سوريا العزيزة واقعا. لماذا؟ لما يمثله العراق من قوة اقتصادية ودينية وعقائدية وجماهيرية وتاريخ أعمق من الأرض جميعا وأعمق من سوريا. ورغم ذلك، رغم الذي حدث في العراق من فجائع واندثارات وقتل وتهجير وسرقات وكل شيء، استطاع الشعب العراقي أن يخرج نوعا ما، واستطاع استطاع الشعب العراقي أن يخرج. أما قياداته وأما سياسيين فهم إلى الآن في الوحل وسوف يكونون في الوحل. استطاع أن يخرج من هذه البودقة واستطاع أن يرتب بعض أوراقه، علما أن الذي مر بالعراق أشد بعشرات المرات مما مر ويمر الآن في سوريا، وما يمثله العمق العراقي من عمق تاريخي وأيديولوجي وثقافي ومعرفي وتنوعي وما شاكل. فإن شاء الله نأمل بأن يكون الأخوة في الجارة العزيزة سوريا يعون موقع سوريا ويعون الأخطار التي تحدق بهم، وأن يضعوا أمن بلادهم وشعبهم في المرتبة الأولى. هذا مقارنة بين ما حصل في العراق في 2003 وما يحصل الآن في سوريا. شوي خلينا نبتعد، وتلك الأمثال نضربها للناس. مو غريب وليس من الغريب أن تزول دولة وتأتي دولة أخرى، مو غريب. آلاف الدول وزيلت بفعل إلهي أو بفعل خارجي، وآلاف الدول جاءت بعدها. وليس من الغريب أن يزول حاكم ويأتي حاكم آخر، أن يزول حاكم فاسق ويأتي حاكم مؤمن، أو أن يزول حاكم فاسق ويأتي حاكم فاسق آخر، أو أن يزول حاكم مؤمن ويأتي حاكم فاسق، وهكذا. قضية زوال الحكام
وتبديل الحكام أمرا سننيا في سنن الكون وفي سنن الخليقة. فلذلك يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الأيام لإزالة حكم وإزالة حكم ثاني وإزالة ملك وإزالة ملك ثاني موجودة ومعاشة بين الناس. في دعاء الافتتاح هذا الدعاء يقول: يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. أكو ملوك تهلك ويستخلف آخرين، أكو ملوك فاسقين يستخلف مكانهم فاسقين، أكو ملوك مؤمنين يستخلف مكانهم مؤمنين، وأكو ملوك مؤمنين يستخلف مكانهم فاسقين، والعكس صحيح. فليس من الغريب يعني أن يتبدل حكم أو يتغير حكم أو يتبدل ملك مكان ملك، ما راح يصير شيء. تبدلت عشرات، وهذا الربيع العربي شاهد لما يحدث. عندما نبتعد قليلا خلينا نربط الموضوع بسقوط بغداد على يد التتار المغول على يد هولوكو. سقطت بغداد على يد هولوكو وسقطت الخلافة العباسية. والخلافة العباسية نستطيع أن نقول في ذلك الوقت كانت الدولة العظمى الأولى من ناحية الاقتصاد، من ناحية الجيش، من ناحية العسكرة، من ناحية التطور العلمي، من ناحية أنها دولة عظمى من حيث الحضارة والثروة والقوة والمؤسسات والإنجازات العلمية. وأكبر دولة في الإنجازات العلمية كانت في ذلك الوقت، وكانت عاصمة العالم كما يعبر الآن، عاصمة العالم الثقافية والشعرية والعلمية، وفي مجال الطب وفي مجالات تخصصية كثيرة بما فيها الغناء والموسيقى وكثير من الأمور كانت مشهورة في بغداد. فبغداد كانت عاصمة الثقافة العالمية، وكانت عاصمة الاقتصاد، وكانت عاصمة العلم، وكانت عاصمة ورائدة الجيوش، وأكبر دولة في العالم، وكانت في ذلك الوقت عاصمة كبرى ودولة عظمى. سقطت بأيدي التتار الذين كانوا يمثلون الجهل 100%. جيد. سقطت بيد مجموعة من التتار بقيادة هولوكو خان. جو منين؟ جو من هضبة التبت هسه الموجودة بالصين، وعبروا الحدود الإيرانية، وثم دخلوا العراق، وكانوا همجا 100%، وهجموا على بلاد كانت يعني ما يعني التاريخ يذكر لنا ماكو حركة تعريب إلا فقط في بغداد. في العالم كله ماكو حركة تعريب، يعني يعربون اللغات إلى اللغة العربية أو يصدرون اللغة العربية إلى اللغات اللاتينية والإسبانية والإغريقية والفارسية وما شاكل والقبطية في مصر. يعني حركة الترجمة كانت موجودة، وتارة الترجمة موجودة إلى الآن. فكانت الدولة العباسية في أوج عظمتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والإنجازات العلمية وما شاكل، وسقطت ودخلوا المغول. لما دخلوا المغول لم يؤمنوا، التاريخ يذكر، أنا ما أريد أزيد تفاصيلها، أنا أريد أخذ الزبدة وأريد أخذ الحكمة لإيصالها لكم. يعني مقارنة بين سقوط سوريا وسقوط بغداد، وسقوط بغداد سابقا على يد التتر وهكذا. لما دخلوا بغداد التاريخ لم يذكر أنه أعطوا الأمان أبدا، بل بالعكس قتل ذريع فظيع مرعب مهول. كان الجثث ترست الفرات وترست دجلة، الكتب والمكتبات مزقت وأحرقت، حتى قيل أن دجلة أصبحت زرقاء من شدة الحبر. الناس لم يؤمن، كان حياتهم أسوأ حياة، انتهكت الأعراض، انتهكت المقدسات، انتهك كل شيء، لم يبقى شيء في بغداد لم يفعله التتار. قتل عظيم جدا، ما نجت منهم لا قصور ولا مكتبات ولا عوائل حاكمة ولا عوائل عادية ولا ثروات ولا أعراض ولا جوامع ولا كنائس ولا أي شيء. سحقوا كل شيء ولم يعطوا أمانا لأي شيء. هاي التاريخ يذكر، يقول أهالي بغداد بدأوا يعني يهربون ويصيحون الأمان ولا أمان. جيد. لما وصل المرحلة هذا الأمر، كان أحد مراجعنا الكبار، بل من المراجع العظام في تلك الفترة موجود، وهو رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس، المعروف بن طاووس.
كان مسكنه في الحلة، وهو من أعظم مراجع الشيعة وأعظم علماء الشيعة. من هو؟ رضي الدين علي بن موسى ابن جعفر بن محمد بن طاووس. هذا كان زعيم الحوزة العلمية. الحوزة العلمية كانت في الحلة، مو معنى أنه ما كانت في النجف، لا، كانت في النجف موجودة وكانت في كربلاء، لكن مركزها وثقلها وقيادتها كانت في الحلة، وبقت فترات طويلة جدا في الحلة. طبعا هي أساس الحوزة وأسست كانت في بغداد، وبعد بغداد انتقلت إلى الحلة، وبعد الحلة انتقلت إلى سامراء، وبعد سامراء انتقلت إلى كربلاء، وبعد كربلاء انتقلت إلى النجف واستقرت في النجف. كانت حوزات موجودة في الحلة وفي بغداد وفي الكذا، لكن القيادة كانت والثقل الحوزوي والإداري والمرجعي كان في الحلة في ذلك الوقت، في وقت هجوم هولوكو، يعني سنة 656، من 650 إلى 656. والسبب سبب وجود السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس وأخيه أحمد بن طاووس، أحمد بن علي بن موسى. هذول أخوين كانوا من أثقل علمائنا وأفقه علمائنا، وكانوا مراجع تلك الفترة. هذا المرجع العظيم والعارف والزاهد ويعني صاحب المؤلف وصاحب العلوم الشتى، يعتبر موسوعي. هذا السيد الجليل رأى من الواجب الشرعي أن ينقذ أهالي بغداد. طبعا بعد المدد ما واصل إلى الحلة أو إلى الجنوب وكربلاء والنجف والديوانية والناصرية والعمارة والبصرة وهكذا بعد، فالهوسة بعدها في بغداد. فرأى من واجبه الشرعي أن يأخذ علماء الأمة ويذهب إلى هالاكو يلتقي ببغداد، وهي كانت بحد ذاتها انتحار. هالاكو لا إذا ظفروا بكم لا يألو فيكم إلا ولا ذمة، همج رعاع منطقهم السيف والدماء، زين، ويروحون علماء هذه الأمة وبهيج جرأة ويلتقون به في بغداد ويطلبون منه أمانا لأهل بغداد ولأهل المحافظات الأخرى. هذا خرق، هذا ما أعتقد يعبر لهم إياه هولوكو، وهو المنتصر ومنتصر على دولة عظمى، بل أعظم دولة كانت في ذلك الزمن. ولكن واجب الشرعي شاف هذا الأمر، واجب الشرعي يحتم عليه أنه يذهب، واجب الشرعي أمام الله عز وجل. فالروايات طبعا والأخبار تنقل لنا هواي حاولوا يثنونه، قالوا له أنت وجه المذهب، فإذا قتلت أو أسرت أو ضرب عنقك هالاكو انتهى المذهب، لا تتوقع بعد مرجع يقدر يقوم أو مرجع يقدر يتحرك نفس حركتك. رفض. طبعا هسه المقربين منه قالوا استخار، استنجد بصاحب الأمر والزمان كذا، أخذ وجوه العلماء. حتى الروايات تقول انه ومن نقل عنهم يقول اخذ اخوهم من يا احمد بن موسى، سيد احمد بن طاووس، فاخذهم مجموعه وراحوا. ما نريد، لان في كتب التاريخ موجوده شلون حجزوهم وبعدين رادوا ينقتلون وطلبوا الاذن من هالاكو راد يشوف هذول شنو التقى بيهم وكذا. الشد والاخذ مع هالاكو، السيد بن طاووس هدد، حتى يعني هدد بقوة الله هالاكو كذا. المهم استجاب هالاكو لما شاف إصرارهم ومنطقهم ودينهم وورعهم وكذا، انعجب بيهم وكذا وطاهم أمان. فعلا الحلة سلمت، الحلة والكربلاء والنجف وباقي المناطق ما حدث بها كما حدث في بغداد قط. جيد، إلى هنا جيد. الحوزة كانت في الحلة. جاي نتكلم في القرن، يعني السيد رضي الدين بن طاووس كان في القرن السابع الهجري، تقريبا في القرن السابع الهجري، اللي هو مواكب لأحداث 656 هجرية، سقوط بغداد على يد هالاكو. السيد بن طاووس لما شعر هذا وأخذ الأمان رجع. النتيجة أنه حركة السيد بن طاووس لما ذهب إلى هالاكو أخذ الأمان وانتهى الموضوع. طبعا أكو إرهاصات كثيرة يطول الموضوع، يراد له 6-7 حلقات. أخذ الأمان ونجح في استحصال الأمان، وطبعا هالاكو عرض عليه أنه يكون نديم إلا المهم رفض السيد بن طاووس ورجع أخذ الأمان. ولم يحدث ما حدث في الحلة وفي النجف وكربلاء والمناطق الفوق ما حدث في بغداد. جيد. السيد بن طاووس عنده كتاب ألفه كوصايا أعطاها لابنه محمد،
محمد كان من العلماء وكان هميا كذلك من المجتهدين، وبعدين صار إلى يعني فد وقع في التشيع عظيم، بس مو بمنزلة أبوه، بس كان من الفقهاء والعلماء والمراجع في زمنه، ولده محمد بن طاووس. كتب له بعض الوصايا في أواخر حياته. وقيل أنه يعني من بعد ما رجع من هالاكو بدأ يكتب، حس أنه أيام اقتربت، لعله هالاكو يصفي أو المرض أو ما شاكل، المهم هو شعر أنه أيام اقتربت، فبدأ يوصي ابنه وصيات. هذا الوصيات بالأخير جمعهن وسماها نفس الكتاب، موجود طبعا، ومن الكتب القيمة والعظيمة والمربية، والمفروض كل أب وكل أم عندهم هذا الكتاب ويحاولون يدرسون أبنائهم ويعطون أبنائهم، والمفروض يصير أساس درس. والله يعني المفروض هاي إلى وزير التربية، المفروض يعني يسوي لجنة يهذب ويرتب هذا الكتاب ويخليه كتاب درسي أخلاقي. يعني هسه احنا ليش احنا عندنا درس رياضة بالمدارس وعندنا درس فنية، وهي دروس لطيفة ومخففة ولطيفة للطالب، واكو درس احياء، خليه يصير درس اخلاق. وعندنا درس تربية اسلامية، خليه يصير درس اخلاق، ورسول الله يقول انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق. هذا الكتاب اخلاقي عظيم جدا ويحاكي الشباب، وفيه فلتات عقائدية ونصائحية واخلاقية عرفانية وسلوكية واجتماعية عظيمة جدا، وهو ديدن العلماء. الكتاب اسمه كشف المحجة لثمرة المهجة. المهجة مالته هو ابنه يعني محمد، فكشف المحجة وهي الطريقة، كشفها لابنه لثمرة قلبه، لثمرة مهجته، لثمرة قلبه، لثمرة حياته، فبعدين سماه كشف المحجة لثمرة المهجة. وأنا أدعو يعني حقيقة وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يأخذوا أسامي أقل من أن ينتبهون لكلام أسامي منه، بس خلي يأخذوها، يعني يخلون أساتذة أخصائيين من الحوزة الشريفة، من فضلاء الحوزة ومن الأكاديميين ومن يعني أساتذة اللغة العربية وأساتذة البديع والبلاغة وأساتذة الفقه والأصول وكذا، خلي يدرسون هذا الكتاب. هذا أنا أشوفه حقيقة إحنا في بدايات الحوزة العلمية فادنا كثير، فادنا من ناحية السلوك والأخلاق والأدب والكذا. هسه ما أقول ياخذ كل ما موجود به، ولكن لا بأس إنه يعني يطلعون به فد 40، هو أعتقد 100 وكسور يعني نصيحة، فد 40 50 60 70 نصيحة يهذبوها يرتبوها وينزلوها، بسبب أن الشعب العراقي يعني مو كل شيعة، يعني طوائف، يعني يرتبوه على شكل كتاب أخلاقي يفيد الطلبة. المهم السيد ابن طاووس عاش تلك المحنة، وشاف المجازر في بغداد، وشاف القتل الفظيع، وشاف السبي، وشاف الدماء، وشاف انتهاك الأعراض، وشاف انتهاك الإسلام، وشاف سقوط الإسلام وسقوط الدولة العباسية. هسه الدولة العباسية ما تمثل الإسلام، بس في حال من الأحوال هي حكومة إسلامية، وبالتالي تسلط الكافر على الإسلام، تسلط الكافر على ديار الإسلام، تسلط الكافر على قرارات الإسلام، تسلط الكافر على دماء المسلمين وعلى رقاب المسلمين وعلى أموال المسلمين وعلى أعراض المسلمين. يعني بعد أكثر من هاي الذلة والمهانة يعني، فشاهدها السيد ابن طاووس في هذا كتابه. هي وصية أخلاقية لابن محمد، ودينية وعرفانية وعلمية. جاءت، هو هذا أنا البث اليوم على مود هاي الكلمة، يعني جاءت كلمة من هذا السيد الجليل العظيم إلى ابنه تخص الأحداث التي أدت إلى سقوط بغداد، وعين في تلك الحقبة الزمنية ما يجول في خاطر هذا المرجع العظيم والسيد الجليل علي بن طاووس رضي الدين علي بن طاووس. فجاءت هذه العبارة يعني كنصيحة لولده، وتشير هذه العبارة لقرب الظهور، وأنه لم يبقى شيء لم يحصل، فبالتالي يجب أن يحصل الظهور، وكل شيء حصل من دماء وقتل فظيع وفساد وإفساد وخراب. فكان السيد علي بن طاووس كان يتوقع الظهور في تلك الفترة، وكتبها لولده، فقال له: فإني أرجو، هاي أنا نقلتها، فإني أرجو أن يكون زمانك يا بني محمد
زمان ظهور مولانا المهدي صلوات الله عليه، لما تراه من تسلسل البلاء. بلاء عظيم. الإسلام سقط، الدولة العباسية سقطت اللي كانت تمثل الإسلام. الإسلام أصبح بيد الأعداء، الأعداء والكفرة تسلطوا على رقاب المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين ودين المسلمين وبلاد المسلمين. أكو بعد أشد من ذلك؟ وانتم جاي تشوفون القتل والسلب والنهب والخرق بعد لازم يطلع الإمام، لابد أن يخرج الإمام. والمحنة اللي عاشتها بغداد مضروبة ب100 مرة عن المحنة اللي عاشتها سوريا الآن، ما تقاس أصلا. سوريا الآن يعني نوعا ما حكم انتقالي، يصير زين أو ما يصير زين، ما انقتلوا به هواية تقريبا، هسه الهوسة كلها ما انقتلوا 200. بغداد استبيحت وسقط العلم الإسلامي، يعني الدولة العباسية عليها ما عليها، ولكن كانت تمثل الإسلام، سقطت وأصبحت البلاد الإسلامية كلها تحت حكم الكافر، وبالتالي تغيرت القوانين وكذا علاوة على استباحة الدماء والأموال والأعراض، والبلاد الإسلامية كلها والمقدسات أصبحت بيد الكافر. فما تقاس، يعني ما تقاس بالذي يجري الآن في سوريا. في سوريا في أقل أمر أنه اللي اجوا هسه هذول التحريريين وكذا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أقل أنهم من أبناء سوريا، لا أقل أنهم مسلمين. هسه بغض النظر عن الخطة من يقودهم من، ولكن هذا تتري كافر جاهل وفعل ما فعل. السيد علي بن طاووس كان يتوقع الظهور، والسبب لما يراه من قتل وسفك وفساد وإفساد ودماء وانتهاك أعراض وسقوط الإسلام وسقوط الخلافة الإسلامية وسقوط أحكام. يقول لك هاي بعد أكو أفظع من هذا وما يخرج الإمام؟ يخرج الإمام. فلذلك يقول وترجم السيد علي بن طاووس، ترجم ما في قلبه وما في عقله لولده، وكان يعتقد اعتقادا كاملا أن الظهور قريب بسبب سيطرة هالاكو على بغداد وما جرى من مصائب في بغداد. فقال فإني أرجو أن يكون زمانك يا بني زمان ظهور ومولانا المهدي صلوات الله عليه، لما نراه من تسلسل البلاء وشدة المحن على هذه الطائفة، يعني الشيعة المحقة، وما يجري من الفتن التي لم يجري مثلها. سيد ابن طاووس يقول هذه الفتن اللي صارت بالعراق وسقوط الخلافة وسقوط المسلمين وسقوط بغداد لم يجري مثلها أبدا قط، ولن يأتي مثلها. التي لم يجري من الفتن التي لم يجري مثلها، حتى شوف هاي كلمته، وهذا عالم جليل عظيم، يقول حتى كأننا نسمع النداء بظهوره ونرى علامات قربه. كأنما نسمع النداء. هل قد ما الظلم والفحش والدماء والقتل والفتن صارت، قمنا تقريبا نحس النداء راح يصير قريب، النداء راح يصير، راح ينزل النداء بظهور القائم. هذا يتكلم مع ابنه، يعني ايش قد كان مترقب، ايش قد كان متوقع الظهور، ايش قد كان، ولكن حصل الظهور؟ لا ما حصل. بيننا وبين علي بن طاووس ايش قد؟ 7 قرون. 7 قرون الآن، 700 سنة لم يحدث الظهور. هلك المستعجلون. فأنت لا تبني لي وتركض وراء المتشابهات وتارك المحكمات وراح يصير بسوريا كذا احنا لازم، هذه الفترة فترة خطرة، يعني لازم نكون واعين، لازم اللي يدلو بدلوه يكون واعي لما يحدث. هذه الكلمة الإمام يقول لعل كلمة تخرج في سوريا تسفك الدماء في العراق، ولعله كلمة تخرج في العراق تسفك الدماء بسببها في الحجاز. هذه كلمة. هسه جيد الترقب، هو هذا السيد علي بن طاووس ترقب وكان يعتقد ويقول حتى قمنا نشك، يعني كأنما بعد شوية ونسمع النداء. سبب شنو؟ كثرة الفتن والقتل والانتهاك وانتهاك الحرمات ونهاية الحكومة الإسلامية وسيطرة الكفر على بلاد المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين. بعد شنو البقاء؟ يعني بعد شنو؟ يقول له حتى كأننا نسمع النداء بظهوره بآذاننا ونرى علاماته قريبة. ولكن تحقق شيء
لم يتحقق شيء. مات علي بن طاووس ومات ابن محمد ومات الكل ولم يتحقق. هذا السيد الجليل، أنا أريد بس أنبهكم لقضية. هذا كلام السيد، انتبهوا له رجاء. هذا مو واحد مخلص عمره بالعرفان، هو من العارفين بالعرفان والأخلاق والسلوك والأصول والفقه ومنتهي، لا، إلى غور عجيب غريب في قضايا وتتبع علامات الظهور في كتابه. عنده كتاب هسه أذكر شنو، والمفروض كل مؤمن يغتني كتابه. عنده تتبع جدا دقيق ومتابعة جدا دقيقة لأمور الإمام المهدي ودولة الإمام المهدي وإرهاصات الظهور وعلامات الظهور ومحتومات الظهور وما شاكل. ما جاي يتكلم عن فراغ. فلذلك إذا تابع، بمجرد التابع كتاب، عنده كتاب كبير اسمه التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، هذا سجلوه، اقروه قربة إلى الله تعالى، اقروه. كتاب من الكتب القيمة والعظيمة والثقيلة، اسمه كتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن. هذا إذا تريد تقف على عقلية هذا الرجل والفقيه والعالم والزاهد والورع، تفهم عمق الدلالي والشعوري والعقائدي في قضية الإمام المهدي. فما جاي يتكلم من فراغ. لما يقول للابنة أنا أتوقع أنه الظهور راح يكون وقريب، ويا بني محمد أنت سوف تشاهده، وكأنني أسمع بآذاني صوت الظهور وصوت النداء، نداء جبرائيل طبعا هو يقصد به في رمضان، نداء جبرائيل، يقول كأنما أسمع. هذا مو طالع عن فراغ، هذا هو مؤسس كتاب ومؤلف كتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن. هذا فاهم قضية الإمام الحجة، فاهم المحكم والمتشابه في قضية الإمام الحجة، فاهم البداء في قضية الإمام الحجة، فاهم البداء بالمحتومات، فاهم الخروج، فاهم ملابسات الخروج، فاهمها كلها. مو مثلي العطال بطال أو أمثالكم أنتم اللي ما تفهم شيء في قضية الظهور، أو مثلي أنا اللي ما أفهم شيء وعطال بطال فيه. هذا ابن بجدتها، هذا مؤلف، هذا فاهم الوضع، ومع هذا كان يشك شكا عظيما ويوصي ولده على أنه يوم الظهور. إذن حدث الظهور لم يحدث، والذي حدث في بغداد ورآه السيد بن طاووس أعظم ب1000 مرة عما حدث الآن في سوريا وعما حدث الآن في العراق في 2003. أعظم، لأن هذاك سقوط خلافة إسلامية، سقوط دولة إسلامية، علاوة على النهب والسلب والقتل، وعلاوة على أنه استبيح الإسلام وبلاد الإسلام وأعراض المسلمين وأموال المسلمين وأراضي المسلمين بيد الكفار. هاي نقطة. النقطة الثانية، رغم أنه عالم وكذا وتوقع الظهور، احنا هسه اي حدث احنا نوبات نعيب، يعني هاي انتبهوا لها، نوبات نعيب انه هذول جاي ينتظرون الظهور واي حدث يربطون. اي حقه يربط. هو اذا علي بن طاووس بهذه العظمه لما شاف هذه الكوارث ربط وجزم لابنه، قال له الظهور قريب وانت رحت تشاهده وكانما اسمع نداء جبرائيل في اذنه. انتهى الموضوع. يعني مقدمات. زين احنا الروايات شو تقول؟ يقول لك توقع الفرج في كل جمعه، البس اشهر سيفك، البس كفنك، ودعاء الندبه في كل جمعه. يعني يريد يخليك تتوقع. فطبيعي اذا احنا ما نقول هسه وقع بيها علي بن طاووس على عظمته، السيد علي بن طاووس اتوقع الظهور بهذه الاحداث. زين انا وانت ما نتوقع الظهور باحداث العراق وباحداث البلاد وباحداث سوريا، نتوقعه، ولكن الخطا اللي جاي نوقع به اللي ما وقع به علي بن طاووس. الخطأ اللي جاي نوقع به، احنا جاي نسمع كلام من هب ودب، واحد. اثنين، احنا ما عندنا المعلومة والركيزة العقائدية في الظهور مثل ما عند علي بن طاووس. هاي اثنين. ثلاثة، ما جاي نميز بين المحكم والمتشابه في قضية الظهور. كلامنا، قيسوا كلامنا ككلام القرآن، ففيه محكم ومتشابه، خاص وعام، مطلق ومقيد. احنا ما جاي نرجع المتشابه للمحكم، احنا جاي نخوض فقط في المتشابه وما نعرف المحكم. وان شاء الله خلال يومين، انا شويه مشغول ولذلك شويه صورت يعني البث بالليل، وضغط من الاخ حسنين والدكتور علي اخو كذا شيء، فصار هذا الوقت بالليل. فان شاء الله خلال يومين البحوث موجوده، نسجل ان شاء الله يعني بحث
عن المحكم والمتشابه في ظهور صاحب الأمر وفي علامات الظهور. هذا ضروري المؤمن يقف عليه. فإحنا المشكلة إحنا ما نريد يعني نقول إنه علي بن طاووس، لا بالعكس، علي بن طاووس محق، شاف البلاء وشاف الفتن وكذا وتوقع الظهور، واحنا الشريعه تطلب من عندنا كل جمعه نتوقع الظهور. زين؟ فاكو روايه للامام الرضا، شاف بعض اصحابه ما يقرون دعاء الندبه يوم الجمعه، قال لهم انتم فيكم لوثه في دينكم، خطا في دينك، انت شنو كل جمعه ما تدعو وتتوقع انه يخرج القائم؟ هذا خطا، هذا يعني ما معناه شيء، ركون للدنيا، رفض للقائم، يرونه بعيدا، هكذا يعني. فاحنا الشريعه تطلب من عندنا هذا الامر، الا ان السيد ابن طاووس كان واعيا لمجموعه العوامل وما يزعزع، بينما احنا اذا صار حدث راح يطلع وما طلع وانضرب مثل هسه علي بن طاووس بينه وبين 7 قرون، يعني هاي الناس تكفر، يعني الناس ترتد. بينما اذا ارجعناها الى علمها، اذا ارجعناها الى اهل البيت، إذا عرفنا المحكم والمتشابه، إذا عرفنا البداء في القضية المهدوية، أكو بداء متحكم البداء حتى في المحتومات ال5 أيها الأخوة، كلام المعصوم. هاي شوية صعبة، يجوز ما تقبلوها مني، بس هذا موجود في كلام محمد، وأنا ما أريد أغشكم. يقول لعله يكون ظهور بلا سفيان. هاي شلون؟ هاي رواياتنا في الغيبة وفي غيبة الطوسي وفي غيبة النعمان. يقول له ظهور بلا سفيان، يقول نعم ظهور بلا سفيان. يقول وتمنوا ذلك، طلبوا من الله، لان سفياني في بلدكم، طلبوا من الله. هاي رواياتنا، ما متوقف الظهور على سفيان، ما متوقف الظهور على خسف، ما متوقف الظهور على يماني، ما متوقف الظهور على خرساني، ما متوقف الظهور. فلذلك يقول له المحتومات، يقول له نعم الخسف السفياني اليماني كذا، يقول له هل يبدو لله في المحتوم؟ يقول له نعم يبدو لله في المحتوم، يحدث فيه البدء، يحدث فيه البدء. هسه بعض الروايات تقول يحدث في الجزئيات، مو يعني السفياني يحدث فيه البداء في جزئيات، لا اكو روايات تقول يحدث فيه كلا، فلعله ظهور بلا سفياني. احنا لن نقوقع الامر، اترك الامر على محمد وآل محمد. فالمهم اكو محكمات، يعني احنا اذا فهمنا البداء وفهمنا تعلق البداء بالفعل البشري مو بالفعل ابد يخطأ اللي يعلق البداء في الفعل الإلهي. دائما البداء متعلق بالفعل البشري، وضربنا مليون مرة في روايات فعل قوم يونس. المهم إن شاء الله هذا البداء في المحتومات والبداء في حركة الظهور وفي السفياني نذكره، وبالذات نعطي بحث المحكم والمتشابه حتى ما تشتبه الناس وما كل هوسة الذبدلوها بها وتهوس معها. إذا السيد ابن طاووس كان محق بانتظاره، والناس هم محقة بالتفاؤل، ولكن مو التفاؤل السلبي، مو التفاؤل اللي ما مبني على روايات محكمة مو متشابهة. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن الأم، هن الأصل، هن أمك، هن الرجوع لهم، وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون شنو؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإبليس شغله ضد الظهور، صيحة من جبرائيل وصيحة آخر النهار النية من إبليس. شغل إبليس في المتشابهات وشغل جبرائيل والإمام في المحكمات، وهذا نبين إن شاء الله بحث كامل نعطيه على شكل 5 حلقات متأنية هادئة تقدمكم إن شاء الله 1000 سنة إلى الأمام. جيد. فإذا فهمنا الذي نأخذه من حركة السيد ابن طاووس على علمه وعلى عظمته وعلى قوته، كان مترقبا ونصح ابنه على أنه يترقب، بل جزم على أنه سيكون الظهور في زمن ولده محمد، وهو كان من الفقهاء. جزم ذلك وقال وكأنني أسمع النداء بإذني. هذا مو ليش؟ لأن الذي حدث في العراق وسقوط الخلافة الإسلامية وسقوط الخلافة العباسية يعني تمثل يعني الثورة السورية الآن وسقوط سوريا ما يمثل 1% بدني. ما يمثل حقيقة، ما يمثل. هناك أطم اللي حدث في بغداد في سنة 656 هلاك طامة بكل المقاييس. إلى الآن البشرية تئن وتدفع ثمنه، يعني إلى الآن البشرية تئن وتدفع ثمنه، يعني مع شديد الأسف. ومع هذا لم يكن. المهم
علينا أن ننتبه لنقطة أنه لا تستخفنا الأحداث، لازم نرجع دائما للمحكم وأن لا نستعجل. فيقول له هلك المستعجلون وثبت الحصن على أوتادها. أنت افهم قضية الظهور أنها متعلقة بالفعل البشري مو متعلقة بالفعل الإلهي، لأن القرآن علنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أنت تجيني يعني نقول من شيء طبيعي الناس تنتظر الظهور وتتفاعل مع أي حدث وتتوقع ظهور، هذا من دينهم ومن إيمانهم ومن ترقبهم، ولكن لا ينبغي أن يكون ترقب أعوج مشوش. يجب الترقب أن يكون على مبادئ أهل البيت، أن يكون على مبادئ العلماء، على أن يكون على ما تسالمنا عليه في روايات أئمة أهل البيت من محكمات. الروايات في قضية الإمام المهدي ترى بها الكثير من محكم متشابه مشوش، مو أي إنسان يستطيع أن يتصدى لها ومن خلال حدث يبني منظومته العقائدية كلها على هذا الموضوع، ولعله يكون أو لعله لا يكون. وخير شاهد السيد ابن طاووس بيننا كان يعتقد ويسمع بإذنه النداء ويعتقد ذلك وأوصابنا، والآن بيننا وبين السيد ابن طاووس 7 قرون. جيد، إذا وصلنا إلى هذه النقطة أنا يعني بدي يعني أختم هاي النقطة، يعني وصلت الفكرة، ووعدتكم إن شاء الله نتكلم عن العلامات وعن المحكم والمتشابه والمحتوم وغير المحتوم حتى تكمل الفكرة إن شاء الله في تسجيلات أخرى. لكن أكو رواية يعني حقيقة بها دلالات لطيفة موجودة في الجزء 8 من كتاب الكافي اللي يسمونه الروضة، صفحة 264، الرواية رقم 381. هذه الرواية بها ملفات ما أريد يعني أطنب بها، أريد أقلل يعني، والوقت همين متأخر ورطناكم ببث التالي الليل، فأريد من خلال قراءتها أقف على بعض مطالبها اللي تخدم هذا الوضع وتبين لك بأنه المنتظر يجب أن يكون واعيا مدركا لما يحول حوله، متيقنا مؤمنا تقيا ورعا. وكنصيحة، هاي النصيحة أنا طبعا مو مني، يعني أقل من أنا أنصحكم، يشهد الله أقل من أنا أنصحكم، بس هاي النصيحة نقول لكم إياها عن أئمة أهل البيت. يتكلم جابر بن يزيد مع الإمام الصادق سلام الله عليه كذا شيء، فيتكلم عن الصيحة، يقول له ماذا نفعل إن خرج على الصيحة كذا، بعدين يتكلم عن السفياني يقول له ماذا نفعل إذا خرج السفياني؟ قال له عليك بالورع والتقوى والصيام وبرك لزوجتك. شنو علاقة الزوجة وبر الزوجة بالسفياني؟ شوف وصية الإمام، يقول له ما يدفع عن السفياني إلا تقواك وورعك وإنصافك لنفسك من الناس وإنصاف نفسك لزوجتك. تنصف زوجتك، تنصف عيالك، تنصف جيرانك، تنصف أخوتك، تبر أمك وأبوك، تصلي، تصوم، تؤمن، ترد، الله يدفع عنك شر السفيان، يدفع. ما ممكن. القرآن هذا حقيقة قرآنية. هسه تقول لي شلون يعني حقيقة قرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجعل، هيك الآية ما معناها ما مضمونها، لا يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. ما يجعل، هو كافر يعني، هو كافر فاسق السفيان، ما يجعل للمسلمين والمؤمنين والمستغفرين سبيلا. فأنت لا تأخذ هكذا الأهوال. المهم الرواية نقرأها ونقف على بعض تفاصيلها. يقول عن عيسى بن القاسم يقول قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول عليكم بتقوى الله وحده. طبعا هو جاني يتكلم عن السفياني. عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. يقول لهم اتقوا الله وانظروا لأنفسكم. انتم لو عندكم غنم، انتم إذا كنتم رعيان، وباعتبار الرعي كانت التجارة السائدة في ذلك الزمن، يقول انتم لو عندكم غنم وحاط بها راعي وشفت راعي ثاني أرتب وأنظف وأعدل وأرتب في ترتيب وضع غنمك، تبطل الأول وتجيب الثاني لو لا؟ يقول له طبيعي تبطل الأول وتجيب. ليش؟ لأن هذا أرتب
واروع واحسن بترتيب الغنم. يقول له زين، انت اذا تجيب هذا الزين وتتركه ويا نفسك شلون؟ هاي انتبهوا لها جدا، هاي الروايه كلش دقيقه. انا ما راح اتفتقها كلها، راح اتفتق لكم اياها 20%، ما 100% ما اقدر اعذروني. زين، هذا انت ويا غنم حيوانات، اذا شفت راعي مرتب وزين وخوش ادمي تبطل الاول وتجيبه. زين، ويا نفسك شلون؟ يجيك واحد ويقول لك تعال جاهد هنا وجيب هنا وكذا 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 وتتبعه، غير تشوف الاصلح. انت شفت ويا غنمك ويا طليانك الاصلح، زين، ويا دمك ويا دماء الشباب ويا دماء اهل العراق، تشوف الاصلح لو الاسوء. اذا اجوا يدعوك الى الجهاد، عناوين كثيره، هسه تعرفون انا ماكو داعي اوضح يعني، عناوين كثيره هسه الان موجوده باسم الجهاد وباسم الدفاع وباسم الكذا وباسم وعدد منها الباب الشرقي. يقول له انت اذا غنمك تشوف راعي زين تبطل راعيك وتجيبه، فكيف ويا نفسك ويا دمائك ويا دينك ويا الناس؟ غير تتبع الراعي الزين، غير تختار راعي زين. هسه وصلت الفكره؟ اختاروا راعي زين، مو تجار حروب، مو تجار مذهب، مو تجار عقيده. خمس او 4 اعتقد او 5 ميزانيات انفجاريه للعراق انأخذت علنا، وكانوا يقولونها بكل وقاحه انه نصرفها على مرقد السيده زينب والمقاومه والكذا والكذا والكذا، وانباقت بهذا الاسم. وودوا شباب كثيرين من البقاع الاسلاميه لمحارق، وبالتالي عمليه سياسيه واحده كلهم انسحبوا من المرقد. مذله. ايها الاخوه، انا هذا الكلام اتكلمه وادفع ثمنه واتاذى به، بس هذا الواقع. انسحبوا كلهم، ما موجود ولا واحد من عندهم، والكل صمت كصمت القبور لقضيه سياسيه كبيره. هم السياسي قال لهم انسحبوا وانتهى الموضوع وانسدت الابواب كلها. هاي اذا تعكسه باكر الامام الحجه، هسه كنا اللهم عجل لوليك، باكر اذا طلع وصادفت ان روسيا وامريكا واسرائيل والصين وايران اتفقوا اتفاق سياسي فيما بينهم على الانسحاب من الامام، ينسحب مثل ما انسحبوا من مرقد السيده زينب سلام الله عليها. ينسحبون من الامام ويتركونه وحده. هذول اللي يدعون الجهاد. فانت اذا صاحب غنم شفته افضل، فكيف انت اللي يجيك اياه هو اللي يجيك؟ اي راعي غنم يجي يدعوك الى الجهاد او يدعوك الى الكذا او يدعوك الى الامر الفلاني، انت تروح وياه. انت اذا شفت راعي غنم، انتبهوا، اذا شفت راعي غنم جيد تبطل الاول وتجيب الثاني. فكيف مع دينك؟ فكيف مع عقيدتك؟ هذا الامام يريد يقوله. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدة. إذا يقولهم لو عندكم كل واحد فرض عنده نفسية، مو مشكلة يجرب بوحدة يخاطر ويحافظ على الثاني. يقولهم بس انتم عندكم نفس واحدة، إذا هلكت راح تنتهي. يقولهم والله الإمام، يقولهم والله لو عندكم نفسية وتروح تجرب بوحدة وكذا وتكتشفهم تجار حروب، تجار مقاولات بعنوان جهاد، والا ليش انسحبوا؟ ليش كذا؟ ليش؟ يعني القضيه انا ما اريد ادخل بها سياسيه، انا اكره السياسه واكره رجال السياسه، ولكن لو اريد افتح البحث بها، لا، بحث مؤذي جدا مؤذي. لو اطلع لكم كلمات القوم وعليه القوم وشلون صدروها للمجتمع والانسحاب من مرقد لا مرعبه مؤذيه، يعني مخجله، فضيحه بكل المعاني. ولكن انا اعبرها وعلى اللبيب ان يفهم. فيقول له لو عندكم روحيا روح تجرب بيها، لازم تبقى انت تحافظ على الروح الثانيه، لان ما معقوله انت تطب بالميدان بروح ارواحك اثنيناتهن وتقتل، لا، جرب بوحده وضم وحده. زين، اذا انت عندك وحده لازم تظن بيها، لازم تبخل بيها، لازم تضمها، لازم تشوف منو اللي يجي يدعوك، منو اللي يجي يستثيرك، منو اللي يريد يجي ياخذك للقتال او مشاكل او تحت اي طائله. جيد، نفسا واحده اذا ذهبت، يقول له والله لو كانت لاحدكم نفسان يقاتل بواحده يجرب بها ثم كانت الاخرى باقيه فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحده اذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبه. اذا قتلت انت مو في محلك ما لك توبه. هذا اللي ما جاي، حتى لو عناوين
حتى لو تروح طبعا تروح، حتى لو عناوين فضفاضة كبيرة. فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن آتاكم آت منا. اختاروا لنفسكم إذا أجاكم واحد من عندنا وقال لكم نصروا آل محمد ونصروا كذا ونصروا المقاومة ونصروا، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن آتاكم آت منا. اختاروا لأنفسكم، لا تقولون هذا من محمد وآل محمد، لا تقولون هذا معمم، لا تقولون هذا مرجع، لا تقولون هذا عالم، لا تقولون هذا من النجف، من قم، من خراسان. لا 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 لا، اختار لنفسك. قيس مبدأ وثورته وأهدافه وسلوكه على سلوك أهل البيت والمحكم والمتشابه. فانظروا على أي شيء تخرجون ولا تقولوا خرج زيد فإن زيد كان عالما وكان صدوقا. يقولهم لا تعلقوها انه الجهاد فرض عين على الكذا مو الا المعصوم. هاي زيديه، هاي الفكره الزيدي. زين، الجهاد مو الا المعصوم كذا. يقول لو لا تذبون بثقولكم كله على زيد انه زيد خرج وزيد مو امام، ومع هذا نصح عفوا سند الامام وثار وقتل. سلام الله على زيد. الامام هنا يقول له ولا تقولوا خرج زيد فان زيد كان عالما وصدوقا. انتم لا علماء ولا صادقين، لا صادقين مع شعبكم ولا اموال شعبكم ولا اراضي شعبكم، وبكتوا الاول والتالي والناهي والفاهي كان عالما يضع الامور في محلها، يضع الامور في محلها، عالما لا تشتبه عليه اللوابس. هذا واحد. وكان صدوقا، صادقا، مو كاذب، مو يشيط بدمك، مو ياخذك يقتلك في بلاد غير بلادك من اجل مغانم سياسيه هو يحصلها. لا، كان صادق، يريد يربطك بالله. وانما ولم يدعكم الى نفسه، ما دعاكم لنفسه واسس له حزب واسس له ميليشيات واسس له قوه برلمانيه واسس له مجموعه برلمانيه، وانما دعاكم الى الرضا من ال محمد ولو ظهر لوفى بما دعاكم اليه. المهم انه شنو؟ لو ظهر وانتصر ولزم الحكومه ما ينحرف. ايش يسوي؟ يوفي لما دعاكم اليه، يربطكم بمحمد وآل محمد وما يسرقكم وما يكذبكم. هذا النص هم ينطلع في المختار. يقول لهم والله المختار لو ظفر لوفى، وظفر هو ووفى. يقول لهم بنى بيوتنا، زوج نسائنا، قسم المال بيننا على العسره، وظفر ووفى. هاي الوفى فقط طلعت من روايات أمة أهل بزيد الشهيد سلام الله عليه وبالمختار رحمة الله تعالى عليه. زين، منو اللي عندكم إذا ظفر ووفى؟ أنتم ظفرتوا بورا صدام، وفيتوا أسألكم بالله. هاي الأحزاب كلها شو العقل؟ وفوا مع الشعب العراقي، وفوا مع هذا الشعب المظلوم، وفوا مع نسائه، مع شيوخه، مع خريجيه، مع المرضى مالته، مع العوائل التي قدمت، وفوا مع مذهب امير المؤمنين، مع امير المؤمنين، مع كذا. تجي تشوفون هاي المهزله التي حدثت من 2003 والى الان، وبكل الطوائف ما يخص فقط الشيعة. يقول له فاذا زيد كان عالما وكان صدوقا وما دعاكم من نفسه، دعاكم الى الرضا من ال محمد ولو ظهر لوفى بما دعاكم اليه. فلا تقيسوا لي بزيد، زيد حاله استثنائيه، ما بيكم واحد مثل زيد، ولا واحد يوصل بيكم لزيد، ولا واحد مثل زيد ابدا. ولا تقولوا لي زيد وما زيد. فلذلك بسبب طلعت الزيديه وادعوا بانه الجهاد مو الا من المعصوم، بما انه زيد وانت زيد ما يخرج الا بدون امر الامام، وخرج من خلال امر الامام. جيد. انما خرج على سلطان مجتمع، سلطان بني العباس وبني اميه مجتمع وقوي كان بوقته. يعني بعدين 656 سنه بعدين الا سقطت الدوله العباسيه، بدايتها من كان يقدر يندق بها. فالامام هنا يقول لهم ترى زيد طلع على سلطان مجتمع مرتب وقوه عسكريه وقوه اقتصاديه وقوه جويه وبريه وبحر، وما ممكن ينقض، ما ممكن. زين، هسه ليش اذا ما ممكن ومعروف انه يقتل، ليش الامام الطائذن؟ هذا له بحث اخر، له بحث اخر. الامام راد ياسس من خلال زيد فشيء بالمجتمع ناخذه. يقول لهم انما خرج الى سلطان المجتمع لينقضه، فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم؟ الى الرضا من ال محمد. اللي هسه الان جاي يخرج يدعوكم الى الرضا من ال محمد، فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم.
أي واحد يجيكم يدعوكم إلى الرضا من آل محمد، وإحنا نقاوم باسم الممانعة وباسم الكذا وهاي الأسماء الكثيرة، وهو يعصي الله عز وجل، فهذا لا ينبغي متابعته. على المستمع أن يعرض الموجودين ككل، فهل هم عاصين أو مو عاصين؟ بل هل هم سارقين لو لا؟ بل هل هم سافكين الدم الحرام أم لا؟ الإمام يقول لهم نشهد الله إنه اللي يجيكم ويقول لكم أدعوكم إلى الرضا من آل محمد وهو عاصي، نحن لا نقبل به. يعني يريدون واحد معصوم. منو بيناتنا معصوم؟ ويشيط بدماء الناس ويشيط بدماء الكذا. زين، هي تصفية حسابات مع دول كبرى عظمى، الصين وروسيا وتركيا وأمريكا وإسرائيل وكذا وكذا. لازم الإنسان يكون على بينة، ولازم يرجع لله عز وجل بصلاة بصيام بتوبة، مثل ما تكلم الإمام الصادق معه. وإلا جاب السفياني يقول له اردع السفياني يقول له دير بالك على زوجتك وطيع عمك وأبوك وصلي وصوم وكذا. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يرده، لازم ترجع. هاي الهوسة ما ممكن تقدر تطلع منها بحنكة سياسية أو باتفاقات. ويا من تتفق ويا السعودية، لو ويا ايران، لو ويا من محيطك شنو، ما يقدر امام هذه القوة. انت القضية اللي صارت بسوريا كشفت وجه العالم المخزي والدول الكبرى الحقيرة، كشفته. ناس دمويين، ناس جاي يقودهم الشيطان من حيث يشعرون ماكم لا يشعرون. زين، دول كبرى وخطط عظمى. انت لازم ترجع بهدوء الى ربك، الى دينك، وهو الذي يمسكك الطريق. قضية ترى مو هينة، يعني قضية مو سهلة، قضية تصارع دول كبرى وبأسلوب لم تشهد له البشرية قط، وهو هذا الواقع. يعني ايش تنتظر؟ ولا من السفياني تطلع وانت يعني مرتاح وكذا، يقول له يكون البأس من كل جهة. يقول له والله لا يقال في الأرض الله الله، ما يقال في الأرض الله الله. يقول له تمسحون العرق والعنق، يكون البأس من كل جهة. لا يستطيع الإنسان أن يقول الله الله، لا يعبد الله في الأرض. مسألة مو هينة يعني. وانت تجيني من خلال فتشي مخربط وفهم مخربط وكذا وتريد تواجه هذه جبال الحديد، مثل ما يقول الإمام إنما خرج إنما خرج على سلطان مجتمع. هو يا سلطان مجتمع، هذا سلطان مجتمع في شو اسمه، في سلام الله عليه زيد الشهيد. أما الآن سلاطين مجتمع، سلاطين الجن والإنس، دول كبرى عظمى بزر واحد تمحق نص الكرة الأرضية. لازم تتريث، لازم ترجع، لازم تتأنى، لازم ترجع للعلماء، لازم ترجع للحوزة، لازم ترجع لله، لازم شوية تنسحب تشوف الوضع. وإلا شنو شفتها احنا من صلح الحديبية، شفتها من انسحاب رسول الله بصلح الحديبية، وهو كان يقدر يطب ويقدر يضرب وكانت عنده قوة عسكرية ما تضاهى. انسحب، رجع، سماه القرآن فتح، والصحابة اللي وياه يسموه خزيتنا. كان المفروض انطم. هاي ايديولوجيات يجب ان تطرح في الساحة. المهم، واللي يجيكم ويقول لكم اني اخرج بامر المعصوم او ادعوكم الى الرضا من آل محمد وادعوكم الى الولاية وادعوكم الى المذهب والى مساندة الكذا وهو يعصينا، فلا تخرجوا معه. هذا كلام الامام الصادق. يعصي، وانتم شوفوا يا اللي يجيكم، اتحدى ابن مرة يجيكم هو معاصي وما متورط بالدم العراقي وما متورط بالمال العراقي وما متورط بقضايا كثيرة، وليس معه احد. وهو اذا كانت الرايات، يعني السفياني، لان السفياني رايات 5، رايات 6، رايات 3، اصهب ابقع كذا كذا، هذه الرايات. يقول له هذه الرايات، يقول له اذا كانت الرايات والالويه اجدر ان لا يسمع منها الا من اجتمعت بنو فاطمه معه. ويجيك وقت بنو فاطمه تجتمع على واحد فيه الخلاص. هسه الروايات نوبات تقول واحد مبعوث من قبل الامام، ونوبات الروايات تقول ابن فاطمه والامام الحجه بن الحسن. نهايه المطاف ونهايه الوضع والحروب والدماء واخذوها مني، يصبح ضعف وفتور و بحيث الناس تجتمع على ابن فاطمه تلقائيا، يحصل اجماع الامه
بهذاك الوقت لما تشوفهم انجمعوا على الامام الحجه هو هذا الامام وتقدر تتحرك وياه. اكو ان شاء الله نعطي هذا كبحث موجود، الاليات اللي تؤدي الى ان يمسك الامام زمام الامور، شلون؟ باي سلاح، باي كيفيه، باي ارهاصات، باي اليه، هذا الحديث يشير الى بادغام بسرعه. ان شاء الله احنا نفصله، تيجي امور ان شاء الله نشرحها تقريبا هن 11 موضوع. هذني المواضيع تؤدي انه اوتوماتيكيا الناس، والناس مو فقط المسلمين، كل الناس تجتمع على هذا الشخص. هذاك الوقت ينزل النصر. اجتمعت بنو فاطمه معه فوالله ما صاحبكم الا من اجتمعوا عليه. اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله، لان احنا في الروايات دائما الامام الحجه يخرج في رجب، هاي في روايه، واكو روايات اخرى تقول يخرج في العاشر من محرم. الصيحه تحدث في رمضان والخروج يكون في العاشر من محرم في محرم. واكو روايات انه يخرج في رجب في يوم جمعه، واكو روايات تقول لا السفياني يخرج في رجب. فلذلك العجب كل العجب بين جمادى ورجب يخرج. يقول له فالالويه سواء مال السفياني او اللي تخفق على الامام في رجب، يقول له لا تستعجلوا، اقعدوا برجب، اعبدوا الله برجب. واذا اردتم ان تبقوا في شعبان ابقوا في شعبان. واذا تستطيعون لا تصيرون خفاف، اذا تستطيع تكمل صيامك في بيتك في رمضان كمله. يعني اشهر عباده، اتعبد بوراها راح تصطدم بالسفياني. يقول له وان احببتم اذا كان رجب فاقبلوا. الظاهر يعني احنا عندنا قلت لكم من الاحتمال انه مبدا مو الظهور، مبدا الظهور يكون في رجب، ظهوره يكون في العاشر من محرم. هاي انت هاي هم يراد لها حقيقه بحث، انا ما خايض بيها والبحث موجود. انه مبدا الظهور يعني لعله بعنوان الثانوي، مبدا الظهور او الناس ما تلتفت له، مبدا الظهور وتحركه يكون في رجب، لكن الاعلان عن نفسه يكون في يعني محرم من بعد الصيحه التي تحدث في رجب. او ان يعني خروج السفيان، احنا عندنا خروج السفيان يخرج في رجب، هاي من المسلمات. او ان اجتماع الالويه تكون في رجب. يقول له انتم لا تبقون تقمزون وراسه القاتل، لا كفى بالسفياني نقمه، هو اول وتالي نقمه لكم. ترى بالبدايه يصفي اعدائكم هو ايها الاخوه، ترى يصفي كفى بالسفياني نقمه لكم من عدوكم الظالم سيفي انتقم به وانتقم منه. كفى بالسفياني نقمه لكم من عدوكم. بالبدايه ترى ما له شغله بيكم، بالبدايه ترى يصفي اعداء هواي، هذول اللي يصفيهم ترى باكر عقبه يصيرون ضدكم. فيصفي لك الروايات تقول يصفي 4 جبهات الكم، تبقى بس جبهه واحده السفياني. بينما اذا ما يصفيهم تصير 5 جبهات انتم لازم تواجهون. شوف هاي الرحمه الالهيه اللي موجوده في السفياني، رحمه الهيه انه بس احنا ما نستغلها. زين انت ليش اول ما يطلع برجب وتروح تركض عليه؟ يقول له عوفه، انشغل بالعباده وابقى في شعبان، واذا تقدر حتى في رمضان، مو عود انت ملحوقه الهويه السفياني، خليه اتركه يصفي. يقول له فإذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله عز وجل وإن أحببتم، يعني الأمر متعلق بينا. احنا إذا صرنا فوق نركض، وإذا حبينا نثقل نفسنا نثقل ونقعد رجب وشعبان ورمضان. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم، يعني وسط أهاليكم، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم. انتظاركم أقوى لكم، تأنيكم أقوى لكم، تراجعكم أقوى لكم، تفكيركم أقوى لكم، تخلفكم في رجب وشعبان ورمضان أقوى لكم أيها الأخوة. لعل ذلك يكون أقوى لكم. وكفاكم بالسفيان علامة، وكفاكم بالسفيان نقمة لكم من عدوكم. فإذا اللي يريد يذكر الإمام سلام الله أنه لا تتعجل بما أخره الله عز وجل، ولا تؤخر ما عجله الله عز وجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. كفى بالسفيان نقمة. يقول له ليش؟ يقول له يبدأ بأعدائكم يصفيهم 3 4 ألوية 5 ألوية، وبعدين هو يتفرغ وحده. زين انت تواجه 5 6 ألوية افضل لو تواجه لك لواء واحد.
تواجه لك 6-7 جهات، لو تواجه لك جهه واحده عوفه، اترك الموضوع. هو ما دام مو يمك انت لا تتقرب له، على قولتنا لا تدوس على الجني ولا تقول اسم الله. يعني احنا بجهلنا نوبات نحقق للاعداء مرادات، احنا نوبات بجهلنا وبعجلتنا وكذا نحقق امور كثيره خاطئه. فاذا يعني نرجع الى السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس لما شاف هذه الاحداث العظيمه كان يتوقع انها يوم الظهور، وكان يقول لولده اسمع صوت النداء الجبرائيلي، صوت نداء جبرائيل باذني، وهو ما خطأان، وهو علي بن طاووس على عظمته. يكفي ان تتابع التشريف في المنن في التعريف بالفتن حتى تعرف ثقل هذا الرجل المنتظر. احنا مو بعيب انه ننتظر، ولكن العيب بنا ان لا نكون فقهاء، ان لا نكون واعين، ان نبني تطلعاتنا ومخيلاتنا من خلال انفسنا، ان لا نرجع الى الحوزه، ان لا نرجع الى العلماء، ان لا نقول قولا ولا نفعل فعلا الا بعد الرجوع الى العلماء والى الحوزه والى كذا. المفروض نسكت من الكلام. رسول الله عبأ الجيش في معركه احد، نزل الامر هذا قبل القتال، نزل الامر ان لا يتكلم احد ولا ينظر احد، كلكم تبعون على القاع. ساعه كامله ما حد حاكي ومدنج بالقاع. آلية من اليات النصر، عدم الثرثره وعدم الكلام. انك ان لم تتكلم حار فيك عدوك، امير المؤمنين يقول، وان تكلمت عرف بواطن ضعفك وعرف بواطن كذا. لا تتكلم، لا تثرثر. انه هاي المشكله جت مواقع التواصل الاجتماعي طامه علينا. كل ساعه واحد لزق لك، والله باو علينا، يعني لزق له ايه وروايه وهي بعيده عن الواقع وبعيده عن المصادق وبعيده عن الكذا، بعيده وبعيده وبعيده وبعيده. اني بالنسبه لي واختم، يعني هاي اخر نصيحه اقدمها بغض النظر عن النصائح اللي قدمتها واللي قدمها اصلا علي بن طاووس. اقدم نصيحه، النصيحه الحقيقيه اللي هي نصيحه الامام لجابر بن يزيد الجعفي، هو انه التهي ببر والديك، ببر زوجتك، بالصلاة وبالصيام وبالتقوى وبالتسبيح وبالاستغفار وزيارة المعصوم وكتمان الحديث والسكوت، والتهي يدفع الله عنك غائلة السفياني. إن شاء الله إن جلسات معكم عن قريب نريد نعطي المحكم والمتشابه للفائدة، يشهد الله، يعني لا أرجو بها لا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما يعني نريد نثبت أقدامنا على فد شيء يعني يثبت أقدامنا على خط محمد وآل محمد، وبعض العبارات تفكك حتى نكون على درجة من الوعي. أي إنسان يجيكم كأطروحات، ككلام، كتحشيد، كتجيش، ككذا، يجب عليكم أن يوضع كلامه تحت الأقدام. انتبهوا، المرحلة خطرة، التهوا بالعبادة بالصلاة بالصيام. عندنا المعصومين خير من الله، والله العلي العظيم كأنما قاعدين في الجنان. زيارة أمير المؤمنين، زيارة الحسين، زيارة موسى بن جعفر، زيارة جواد الأئمة، زيارة الإمامين العسكريين عظيمة جدا، وإحنا على أبواب أشهر كبيرة وعظيمة جدا. يعني قريبة من عندنا ولادة شهادة السيدة أم البنين الطاهرة الطاهرة، ولادة فاطمة الزهراء. راح يجينا رجب بما يحمل من رجب، راح يجينا شعبان وانتم جاي تشوفون وصية الإمام في رجب وشعبان ورمضان، وراح يجينا شعبان بما فيه من شعبان، وراح يجينا رمضان وكذا. ولعل الله يدفع عنا كل هذه الغائلة، ولعل الله يجمع أمر سوريا وشملها وكذا، وينتهي هذا الملف كله من أساسه، وكأن لا كذا ولا هوسة ولا شيء. وهاي نتمناها من كل قلبنا يعني حقيقة، وأن يدفع الله البلاء عن بلاد المسلمين وبلاد العراق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.